صلوا على النبي ويلا بينا نبدأ الحكاية. أنا اسمي إبراهيم. بتبدأ حكايتي لما أخويا بعد 6 شهور من جوازه بيعمل حادثة، يسيب مراته وهي حامل في الشهر الخامس. أمي بتحزن جدا على أخويا لدرجة إنها تتنقل للعناية المركزة، لكن مع مرور الأيام الحمد لله أمي بتتعافى ويكون لسه ليها عمر. أيام بتعدي وأمي بتخرج من المستشفى، حالتها النفسية مش بتكون أحسن حاجة، دايما بتكون بتعيط ودايما بتكون حزينة، ومهما حاولت انا واخواتي عشان نخرجها من اللي هي فيه لكن ما كناش بنقدر. يوم بنقوم على صوت امي وهي بتزعق وهي بتتكلم بصوت عالي جدا. قربت منها وطبطبت عليها وقلت لها مالك يا حبيبتي بتعيطي ليه؟ قالت لي داليا مرات اخوك مشيت، واللي في بطنها الحاجة الوحيدة اللي مصبراني على فراق اخوك، ازاي تمشي من غير ما تقولي؟ عاوزاها تكون موجودة معانا هنا. قلت لها اهدي يا حبيبتي انا هلبس وهروح اجيبها لك. لبست هدومي ورحت على بيت داليا علشان اجيبها، لكن ابو داليا رفض ان هي تيجي معايا. قال لي بنتي مش هينفع تقعد معاكم بعد وفاة جوزها، كله مليان رجالة وكده الناس هيتكلموا على بنتي. بعدين انا بنتي صغيرة واكيد لو قعدت في بيتكم اكيد محدش هيجي يطلبها للجواز. انا اكيد مش هعيش لبنتي علشان تفضل عايشة على ذكر اخوك. قلت له ايه معنى كلامك ده يا عمي؟ قال لي الحي ابقى من الميت يا ابراهيم. وحد قالك ان احنا عاوزينها تعيش على ذكر اخويا؟ هي تيجي تقعد في شقتها نتكفل بمصاريفها ونهتم بيها لحد ما تولد وتقوم بالسلامة. انت عارف ان امي بعد ما اخويا مات نفسيتها تعبانة، وان اخويا وصانا على داليا واللي في بطنها قبل ما يموت. ريت تخلينا ننفذ وصية اخويا علشان اخويا يرتاح في تربته. انتم ممكن تنفذوها لكن وهي في بيتي. قلت ان انا اقنعه اكتر من مرة لكن هو رفض وقال بنتي هتفضل في بيتي لحد ما يجيلها ابن الحلال اللي يستاهلها. روحت وانا متضايق من ابو داليا وحكيت لامي كل حاجة حصلت ما بيني وما بين ابو داليا. امي اتضايقت وزعلت وقالت مش هينفع داليا تتجوز. قلت لها ليه يا امي؟ ده هي صغيرة ومن حقها تتجوز. مش هقدر على ده وفضلت تعيط. قلت لها بس اهدي حبيبتي، شوفي ايه يرضيكي وانا اعملهولك. ردت عليا وقالت لي هو حل واحد ملوش تاني. قلت لها ايه هو يا حبيبتي؟ قالت لي ان انت تتجوز مرات اخوك. صدمت من ردها وقلت لها ايه اللي بتقوليه ده يا امي؟ اخاطب وخلاص هتجوز. كمان يا ماما استحالة ابص لداليا واعتبرها زوجة ليا في يوم من الايام. ردت عليا امي وقالت لي ليه ان شاء الله؟ البنت جميلة وصغيرة وما عادتش حاجة مع اخوك غير 6 شهور، واخوك ما كانوش يعرفوا بعض وانا اللي رحت خطبتها. ما كانش ما بينهم اي علاقة قبل الجواز، بدليل ان ابوها بيقولك ان هي عاوزة تتجوز. انت اولى من الغريب والمفروض ان انت اللي تطلب مني حاجة زي دي، مش انا اللي اجي اقولك. هو انا مش قادر استوعب كلامها. رديت عليها وقلت لها يا ماما انا خاطب وهتجوز. ردت عليا وقالت لي مفيش مشكلة، انت هتسيب الدهب لخطيبتك وتقول لها مفيش نصيب. قلت لها بس انا مرتاح جدا لخطيبتي يا امي. ردت عليا وقالت لي ابن اخوك ومرات اخوك اولى منها، بعدين انت خاطب نظام صالونات، يعني ما كانش فيه علاقة ما بينك وما بينها ولو كنت تعرفها. ريت بقى تسمع كلامي وما تتعبش قلبي لان انا تعبانة. قلت لها بس ممكن تسيبيني افكر يا امي؟ قالت لي مفيش وقت للتفكير، احنا على طول نقرا فاتحة. ايه يا امي نقرا فاتحة؟ هو انت مش واخدة بالك ان ابنك لسه متوفي بقاله 3 شهور بس؟ بعدين انت نسيتي شهور العدة، وبعدين داليا حامل ومش هينفع يحصل اي حاجة الا لما داليا تولد. ليا وقالت لي يا ابني كل ده مش مشكلة، المشكلة ان احنا نربط كلام مع ابوها، احسن ابوها يجوزها لاي حد وخلاص لان ابوها راجل طماع. عدي كام يوم وامي بتروح لابو داليا وبتقعد معاه. تعرفوا اني هتجوز داليا بعد ما تولد، وابوها بيفرح جدا وبيرحب بالموضوع. امي بتتفق مع ابوها على كل حاجة. تعدي الايام وداليا بتولد ولد زي القمر،
وبنسميه علي على اسم اخويا. بعد 40 يوم من ولادة داليا بنكتب الكتاب، لكن انا زعلان جدا من جوايا علشان انا سبت خطيبتي. جوايا مش متقبل داليا، ما بنعملش فرح، بنكتب الكتاب وبنطلع على شقتنا على طول. امي مش فارق معاها غير علي الصغير، ومش فارق معاها ان انا بعاني من جوازي من ساعة ما اتجوزت داليا. اول ما يتقفل عليا الباب انا وداليا بتبدأ حياتي كأنها كابوس، لكن داليا بتبقى عاوزة تعيش حياة مستقرة زيها زي اي بنت. ابتدت انها تلبس عادي قدامي، قاعدة قدامي ال24 ساعة. اصلا انا كنت بتكسف ابصلها وهي لابساه، احاول ان انا اتجنبها على قد ما اقدر، لحد ما في يوم بتقعد وتتكلم معايا وهي متضايقة. وافقت اتجوزك علشان اعف نفسي، لما انت مش عاوز تتجوزني اتجوزتني ليه؟ انا ملحقتش اقعد مع اخوك حاجة، ومن اول شهر ربنا رزقني بالحمل. الدكتورة طلبت منه تماما ان هو يبعد عني علشان الحمل يكمل. اني جوازتي من اخوك اتحسبت عليا جوازة بالكذب. تقريبا كده ان انا اكتشفت متأخر ان انت اتجوزتني علشان مامتك مش اكتر، دليل ان انت سبت خطيبتك قبل ما تخطبني بكام يوم. دلوقتي مش عارفة اعمل ايه. انا لو اتطلقت جوازتك كده اتحسبت عليا، لان مفيش حد هيصدق ان انا اتجوزت وجوزي مقربش مني. كنت محرج جدا من جرائتها وما كنتش عارف ارد عليها. لقيتها بتقولي انا مش بجبرك عليا، وكلامي ليك انا مش بحطك قدام الامر الواقع، بس بقولك اللي في قلبي لاني اتعودت مخبيش حاجة جوايا. حاولت ان انا اجمع الكلام، قلتلها بصي يا داليا انتي كويسة جدا والف راجل يتمناكي، على فكرة انا كمان من ضمن الرجالة اللي بتتمناكي، بس انا عاوزك تعذريني. انا والله مش متقبل اي حاجة، مش حاسس غير ان انتي مرات اخويا وبس، مش قادر اقرب منك ولا قادر اعمل معاكي اي حاجة. قلتلي بزعل وعياط كلامك ده بيموتني، لو انت كده بجد ما كنتش اتجوزتني. كنتش عاوزة اي حاجة من الدنيا غير الاستقرار، وعاوزة احس بالحنان وبالامان براجل يحبني. انا اتجوزت في سن صغير لان ابويا ما كانش كويس معايا، انت واهلك عارفين كده كويس. لكن يا ابراهيم انا مش هغصبك على حاجة، وطالما انت مش حاببني كل واحد فينا يروح لحاله. قلت عليها بسرعة وقلت لها لا طبعا استحالة اطلقك. قالت لي طبعا انت هترد تقول كده علشان مامتك مش عشاني. قلت لها يا داليا بالله عليكي ما تضغطي عليا اكتر من كده، وانت عارفة امي روحها في علي الصغير، وانا يوم ما اتجوزتك ما شفتي مني اي حاجة مش كويسة. ردت عليا وقالت لي رفضك ليا ده بيموتني، حسسني ان انا قليلة او فيها حاجة. اكتر حاجة توجع الست لما تكون قاعدة بلبسها حلو ومهتمية بشكلها لبسها، جوزها باصصلها كأنها هوا، كأنك مش شايف اي حاجة قدامك. انت حتى لو مغصوب عليا ممكن يجي وقت ومشاعرك تتحركلي، لكن احنا بقالنا شهر تحت سقف واحد، بس وبتدلع وبحاول اني اقرب منك، وكل مرة بحاول اني اقرب لك بتقفل الباب في وشي. تاني يا ابراهيم انا مش هحاول تاني، واللي عاوزه ربنا هيكون. سابتني ودخلت، حسيت بخنقة بعد كلامها معايا، وقررت ان انا اسيب البيت وانزل. اتصلت على واحد من صحابي وقلتله تعالى نخرج لاني مخنوق قوي. بعد وقت بسيط جه صاحبي ورحت اخدته وقعدنا على القهوة، باين عليا الضيق والخنقة. قال لي مالك يا ابراهيم، في عريس ما يكملش شهر يكون متضايق كده؟ قلتله اللي مضايقني هو اني عريس. قال لي ليه، هو في مشكلة معاك؟ بصراحة في مشاكل مش مشكلة. قال لي احكيلي وفضفضلي. فضفضلي يا اخويا يمكن اقدر اساعدك. انا مش بحب مراتي ومش متقبلها، وحاسس ان انا ظلمتها لما وافقت على الجوازة دي. مهما حاولت تعمل مش شايفها غير مرات اخويا، قادر اقرب ليها. حاسس ان انا لو بصيت لها وخليت مشاعري تتحرك ناحيتها انا كده بخون اخويا. بيطبطب عليا وقال لي انت مشايل نفسك جبل كده ليه؟ الموضوع ابسط واسهل من كده بكتير. انت اخوك مات
ومعنى ان انت تتجوز مراته وتحافظ على ابنه معناها حاجة كبيرة قوي. هو مبسوط من اللي انت عملته لو كان غلط او عيب ما كانش ربنا حلله. بس لو انت ما كنتش اتجوزت داليا مش ممكن كانت هتتجوز واحد تاني؟ ايوه اكيد طبعا كانت هتتجوز حد تاني، والله اعلم اللي كانت هتتجوزه ده اكيد كان هيعامل ازاي ابن اخوك. هي طبعا امه واستحالة تسيب لكم ابنها. ارضى بنصيبك يا ابراهيم. وانا كاتب لك ان انت تتجوز داليا وداليا تتجوزك. روح بيتك وتعامل مع مراتك عادي. يعني اكتر حاجة توجع وتكسر الست انها تبين احلى حاجة عندها وانت تصدها. قلتله يعني انت من رأيك اكمل حياتي معاها؟ قال لي ايوه طبعا. دين ما تحكمش عليها دلوقتي، استنى سنة، لقيتها كويسة ودماغها راكبة مع دماغك كمل معاها، لقيتها مش متفاهمين طلقها وتجوز غيرها. سيبها على ذمتك وتجوز غيرها، واحدة تختارها عنيك، بس ساعتها بقى ابقى اعدل ما بينهم. يلا روح ابدأ صفحة جديدة في حياتك، بس ما تنساش وانت ماشي خد لها هدية معاك واضحك عليها بكلمتين من كلام الشقاوة اللي احنا عارفينه انا وانت. ستات مفيش اطيب منهم فعلا. وانا مروح اشتريت لها هدية، قلت اجهز في الكلام اللي انا هقوله لها. العادة علي كان قاعد مع ماما، فتحت الشقة ودخلت اوضة النوم. داليا قاعدة ومدياني ظهرها، قلت لها حقك عليا يا داليا. قالت لي مفيش حاجة وفضلت باصة في التليفون. قلت لها ممكن تبصيلي؟ ما شافت الهدية اللي انا كنت جايبها لها فرحت جدا بالهدية وفرحتها كانت واضحة. تجري خدت بوكيه الورد والهدية وفرحت جدا وقالت اكيد الحاجات دي ليا. قلتلها طبعا، هو انا هجيب لمين غيرك؟ حضنتني وقالت لي ربنا يخليك ليا. فرحانة جدا، صدمت من طيبتها ومن تصرفها اللي كان تلقائي. محتاجتش اقول لها كلمة حلوة او اقول لها انا اسف. دخلت على المطبخ بكل سهولة تحضر لي العشاء. قلت ما بيني وما بين نفسي اكيد التعامل معاها هيكون سهل وبسيط. دخلت خدت دش وخرجت لقيتها مجهزالي العشاء. احنا اتعشينا مع بعض وطول واحنا بناكل فضلنا نتكلم. أول مرة بشوف داليا بنظرة تاني خالص غير انها مرات اخويا. انها بنت جميلة ورقيقة ودمها خفيف جدا، عفوية، بتتكلم كتير وبتحب الطيب خاطر اللي قدامها. لما نتعشى بنمسك ايديها وبندخل اوضة النوم، قعدتها على السرير وبقعد قدامها بتكلم معاها كتير وبعتذر لها عن اي حاجة حصلت. اقول لها من النهاردة حياتنا هتتغير 80 درجة لانك هتكوني مراتي قدام ربنا. بعد مني انا هساعدك طول ما فيا نفس، عمري ما هزعلك ولا هخلي حد يجي عليكي. هي بتكون فرحانة جدا من كلامي ليها وفرحتها بتكون باينة من عينيها. ببقى فرحانة جدا زي الأطفال الصغيرة، باخدها في حضني وببوسها راسها. خدتها في حضني وقربت منها حسيت الحاجز اللي ما بيني وما بينها اتكسر. ان اليوم ده بتكون داليا مراتي قدام ربنا زي ما هي مراتي قدام الناس. ايام بتعدي وبحس كأني متجوز عيلة صغيرة. داليا بتكون عفوية، حركاتها طفولية، خفيف ودايما بتحاول تساعدني. بتكون مبسوطة بوجود علي معاها. مع الأيام بتتعافى تماما وصحتها بتكون كويسة. مر السنين وربنا بيرزقني بداليا بولد وبنت. حياتنا بتكون مستقرة وكل حاجة بتكون تمام لحد ما في يوم بتتواصل معايا البنت اللي أنا بكون خاطبها. تعاتبني كتير جدا وهي بتعيط وبتقولي بسببك أنا اتعقدت وما اتجوزتش، اني ما بقيتش اثق في اي راجل، انك انت سبتني من غير اي سبب ومن غير اي مبرر، اني علشان تتجوز مرات اخوك بعد ما علقتني بيك وخلتني احبك. دلوقتي بقى عمري 25 سنة ولسه ما اتجوزتش. عارف ان في البلد اي واحدة توصل للسن ده فبيعتبروها عانس.
الرجالة اللي بتتقدم للبنات اللي سنها صغير، لكن اللي زي انا خلاص راحت عليه، اما تتجوز مطلق يا اما ارمل يا اما عجوز. حقك عليا انا والله العظيم كل اللي حصل ده كان غصب عني. قالتلي كلمة غصب عنك مش هتمحي حاجة، لانك كسرت حاجات كتير قوي جوايا، ضمن الحاجات اللي هي الثقة. انا مبقتش عارفة اعيش حياتي ولا اصدق حد بسببك. قلتلها طب انتي عاوزاني اعمل ايه وانا اعمله؟ تتجوزني يا ابراهيم. قلتلها ايه اللي بتقوليه ده؟ انا متجوز وبحب مراتي وكمان عندي اطفال. ردت عليا وقالت لي هو انت بتحب مرات اخوك؟ هو انت بتضحك عليا ولا بتضحك على نفسك؟ انت اتجوزت داليا علشان بس ابن اخوك الصغير، واهم نفسك بحب داليا لكن انت ما بتحبهاش. السنين هتعدي هتفضل هي مرات اخوك. نسيت انها مرات اخوك واتجوزتها بعد وفاته. بص في وش علي ابن اخوك وانت هتعرف ان هي مرات اخوك. دمها وجعني وقلب عليا حاجات كنت دافنها من سنين معاها وانا متضايق ومخنوق. رجعت تتواصل معايا تاني، اني حاسس بالذنب ابتديت ان انا اتكلم معاها. يوم والتاني بتفضل تزن عليا علشان اتجوزها. ما بيني وما بينكم، ريم كانت اول حب ليا، حبيتها من كل قلبي. للأسف انا ظلمتها ظلم كبير جدا. شفتها قبل الفرح بشهر، انتم متخيلين؟ كانت اشترت الفستان، كانت حجزت الكوافير وحجزت القاعة اللي احنا هنعمل فيها الفرح. كنا مرتبين لكل حاجة للفرح لحد ما امي قالت لي لازم تتجوز داليا، يعني تتجوز داليا. حاولت ان انا اتكلم مع داليا على موضوع ريم وحكيت لها على كل حاجة. طبعا داليا زعلت جدا ونزلت قالت لامي ان انا عاوز اتجوز عليها. امي قالت لها يا داليا ده حقه، وهو من زمان بيحب ريم وانا اللي غصبته ان هو يتجوزك. داليا قالت لها وانا مش لعبة في ايديكم، انا كان ممكن اتجوز اي حد تاني، بس انت اللي جيتي طلبتيني لابنك وقلتي هو اللي عاوزني. ساعة ما اتجوزت ابراهيم عمره ما جه عليا ولا عمل لي اي حاجة وحشة. كل يوم كان بيبين لي حبه وكان بيثبت لي ان هو بيحبني. ايه هو بقى بيحبني وازاي هو دلوقتي عاوز يتجوز عليا؟ ابراهيم وقال هو مين قال ان انا مش بحبك يا داليا؟ هو انا فعلا بحبك، بس انا ظلمت ريم. بحالها واقف، تخيلي لحد دلوقتي ما اتجوزتش، حتى حد طلب ايدها. انا زعلان من نفسي، عاوز اموت وهي ذنبها في رقبتي. تخيلي كده وانت نايمة على مخدتك وفي حد بيدعي عليكي. ردت داليا وقالت لي وانت قلبك طيب وكبير قوي، خلاص يا حبيبي اعمل اللي انت عاوزه. هو انت بتتكلمي بجد يا داليا؟ قالت لي ايوه طبعا بتكلم بجد. يوم صحيت من النوم لقيتها اخدت العيال واخدت هدومهم وحاجتهم ومشيت. اراضيها وحايلها علشان ترجع البيت علشان عارف ان باباها صعب جدا ومش هيخليها تقعد بالعيال. فضلت اصر والح عليها لحد ما جابت الهدوم وجابت العيال ورجعنا تاني. ولما رجعنا بيت عاتبتها، ايه لازمته اللي انتي عملتيه ده يا داليا؟ قالت لي علشان بحبك ابراهيم، عشان انا ما اقدرش اشوفك تتجوز غيري وانا ساعتها عمري ما هبقى مبسوطة. لو انت فعلا بتحبني شيل ريم من دماغك لان انت عندك عيال وعيالك محتاجينك. بالنسبة لفريدة ان شاء الله ربنا يعوضها بابن الحلال. تخرب بيتنا يا ابراهيم. طبطبت عليها وخدتها في حضني، قلت لها خلاص يا حبيبتي اللي انتي عاوزاه انا هعمله. موضوع ريم تماما عشان ريم كل شوية تبعتلي وتقولي علشان اتجوزها. دلوقتي مش عارف مين الظالم ومين المظلوم، بس انا اللي واثق منه ان انا بحب داليا قوي ومش هقدر اجرحها. هو عاوز يعرف رأيكوا ايه، يخليه مع مراته ام اولاده ولا يرجع لحبه القديم؟ وبينا رأيكوا في التعليقات. بالنسبة لرأيي الشخصي انا بقول خليه مع مراته ام اولاده
هو عمل كده علشان يرضي أمه، طبعا من باب الإحسان ومن باب بر الوالدين. ده كده كانوا على البر وكانت على ذمته وهو طلقها، هو كده يعتبر ظلمها أكتر. أنا بقول إن شاء الله ربنا يعوضها بحد كويس وحنين، علشان هو ممكن يتجوزها لكن ما يقدرش يعدل ما بين الاتنين. انتوا ما بقولنا رأيكم في التعليقات يعمل ايه؟